السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معنا حبة أخبار، يا رب إن شاء الله تعجبكم. قبل ما نروح لأول خبر حابب أفكركم زي العادة باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس أمرا يشترك في القناة. تدعيما لأخوكم أحمد الشاذلي. يلا بينا على أول خبر ونطولش عليكم أكتر من كده. الأهلي تسلم 4 مليون دولار من كولومبوس كرو الأمريكي من قيمة صفقة انتقال أسام أبو علي، وأبلغ اتحاد الكرة المصري بتحويل البطاقة الدولية إلى النادي الأمريكي لقيد اللاعب. الأهلي سوف يتسلم المبلغ المتوقع قدره 3.5 مليون دولار في شهر يناير المقبل، بخلاف الإضافات الأخرى التي سيحصل عليها اللاعب. إصابة محمد شكري عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية. الأشعة تثبت إصابة ياسين مرعي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيقوم بعمل برنامج علاجي للعودة لتدريبات الفريق. أحمد رمضان بكام يعود لحسابات الجهاز الفني للأهلي في لقاء غزل المحلة بسبب إصابة خط الدفاع. رابطة الأندية تعلن فوز هدف لاعبنا أحمد السيد زيزو الثاني في شباك فاركو بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري. فريقنا يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري يوم الاثنين المقبل الساعة 6 مساء على استاد المحلة. اجتماع بين محمود الخطيب وشركة الكرة بالأهلي اليوم لاختيار اسم يشغل منصب مدير التعاقدات، والأقرب هو تعيين أسامة هلال مدير إدارة الكشافة. في تلك الحالة سيتم دمج الإدارتين في لجنة واحدة مع احتمالية إصدار القرار في وقت لاحق. الكابتن محمود الخطيب حضر مران الأهلي الصباحي أمس للتحدث مع اللاعبين وقبل التوجه لكفر الشيخ لمساندة الشناوي. إلغاء التدريب المسائي اليوم لتواجد جميع اللاعبين في الحمول كفر الشيخ لتقديم واجب العزاء للاعب الفريق محمد الشناوي. ريبيرو يقرر أجازة مفتوحة للشناوي لحين انتهاء العزاء. ضم مسيحة لقائمة مواجهة غزل المحلة. الأهلي راح من التدريبات اليوم ويستأنف استعداده غدا الجمعة لمواجهة غزل المحلة. الأشعة الأخيرة التي أجراها إمام عاشور أثبتت أن الإصابة والكسر تم علاجه بنسبة 70% فقط، لكنه لا يستطيع المشاركة في أي مباراة قبل أن تصل نسبة الشفاء 100%. يشارك بالمران الجماعي لكنه لا يشارك في التقسيمة وبعض التدريبات التي تحتاج للالتحام، والكسر لم يلتئم ويتعافى بشكل كامل، وسيكون خارج مواجهتي المحلة وبيراميدز ومعسكر المنتخب. محمد شكري يغيب 3 أسابيع بعد شد في الأمامية من الدرجة الثانية. ياسين مرعي يغيب شهر بعد شد في الخلفية من الدرجة الثانية. المباراة القادمة للأهلي ستكون في الدوري أمام غزل المحلة يوم الاثنين الموافق 25/8 في تمام الساعة 6 مساء. بعد إحرازه هدف عالمي عمرو السولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي بهدفين نظيفين في الدوري ويتوج بجائزة رجل المباراة. احتل النادي الأهلي المركز ال67 متصدرا قائمة الأندية الأفريقية والمصرية برصيد 1684 نقطة، وحل صن داونز الجنوب إفريقي ثانيا في قائمة الأندية الأفريقية، بينما جاء بيراميدز في المرتبة ال94 عالميا والثالث أفريقيا برصيد 1638 نقطة. وبهنا أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان نكون وصلنا لآخر خبر معانا. معايا لآخر خبر اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.